حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. انا عايزاكي تيجي معايا وتدخلي مطبخك بكل قوة وبكل يقين ان انت اشطر واحدة في الدنيا، وهتعرفي تحشي البط ده وتطلعيه من الفرن زي العسل من ايديك ان شاء الله. تعالوا كده ونشوف احنا هنعمل ايه سوا. معانا الخضار ده كله هنقشره وهنظبطه وهنحطه على جنب. فاكرين البط اللي انا كنت بنضفه معاكم وقلت لكم النوع ده اسمه بيور، وده اللي ينفع يتحشى ويدخل الفرن تحشيه خضار، او تحشيه رز بسمتي، او تحشيه لحمه مفرومه وتدخليه الفرن. وقلت لكم اعمل لكم الفيديو مره في رمضان ان شاء الله. اهو جه اليوم اهو عشان تخش على مطبخك بقلب جامد، وتعملي احلى عزومة من ايديكي لاحلى حبايب عندك ان شاء الله. هنصلي على الرسول ونسمي الله، ومسكنا الخضار بتاعنا كله غسلناه كده، قشرناه الاول، وبعدين غسلنا الخضار ده كله وحطيناه على جنب كده. هناخد الكبة بتاعتنا الجميلة وفرمنا فيها البصل وحطيناها في الحلة، عشان اول ما هنبدأ بالحشوة اللي احنا هنحشي بها البط. تبدأي بالحشوة بتاعتك علشان تبقى ساقعة معاكي. اهم ما في الموضوع يا جماعة ان البط بتاعك يكون متبل على بيات، او اقل حاجة 4 ساعات. تجيب الملح والفلفل الاسمر وجميع البهارات بتاعتك وتتبلي البط عشان ياخد من الحدق، لان ده الحدق بتاعه اللي انتي هتتبليه فيه وهتدخليه بعد كده الفرن في صينية الخضار بتاعتك. حمرنا البصلة بتاعتنا باللون اللي انا وريته لكم من شوية. ده اهم حاجة في الرز الخلطة بتاعنا ده، ان احنا نحمر البصلة كويس، ما تخليهاش سفري علشان ما تديش اللون بتاع الرز معاكي فاتح. احنا عايزين حباية الرز تكون غامقة وداكنة شوية زي الرز اللي بنحشبه الحمام كده. عندي بسلة كانت متفرزة عندي وريتها لكم اهي. انا اول ما حمرت البصلة نزلت عليها الاول بالكبد والقوانص بتاع البط اللي انا قطعتهم وشوحتها كده. لما خلاص المادة السوائل بتاع الكبد والقوانص نشفت، ونزلت عليهم بالخضار اللي انا ضربته في الكبة، اللي هو عبارة عن طماطم وفلفل اخضر وجزر. نزلت بيهم برضو لما نشفوا كده في قلب الحلة بتاعتي، ونزلت معاهم بالبسل وجميع البهارات اللي عندك، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات كفتة وبهارات لحمة وبهارات كبسة. عدي كام نوع بهارات انا حطيتهم، هتلاقيني حطيت كل الانواع دي وانا بكلمك دلوقتي. وفلفل اسمر وبابريكا وكمون وزعتر اللي انا همسكه فركته بين ايديا. ده زعتر يا جماعة. اهم حاجة في الخطوات دي كلها الزعتر، لو ما عندكيش روح اشتري زعتر. وتحطي البهارات بتاعتك المتواجدة كلها وتديها تحميصة. انا متفق انا وانت ان البهارات بتاعتنا لما بنحمصها بتدي تيست عالي للاكل بتاعنا. دي احنا كده بنعمل الحشوة اللي هنحشي بها البطة. مش هنحشي البط كله رز بسمتي، هوريلكوا بطتين، او الزعتر اهو ده لسه ما فركتوش بفركه بين ايديا اهو. هوريلكوا حشوتين، حشوة بالخضار اللي احنا هنقطعه في الصينية بتاعتنا نحشي بها البطة، والحشوة التانية هنحشيه بالرز البسمتي بتاعنا اللي هو بالخضار ده برضو. الرز البسمتي ده ضايفين له جميع الخضار عشان ندي لولادنا كل القيمة الغذائية اللي ما بيرضوش ياكلوها هنديها لهم في الرز بتاعنا ده. الشوربة الحلة اللي هي النحيرة دي كنت بفك فيها شوربة كانت متفرزة عندي في الفريزر برضو. فانت عندك شوربة كده ماشي، هتفكيها وتزودي الرز بتاعك. لكل كوباية رز بسمتي كوبايتين شوربة. ودايما خدي بالك من الملح. لو الشوربة بتاعتك ملحها كويس، تدوقي الاول وبعد كده تبقي تظبطي الملح بتاعك. عاوز ملح تحطي له، ما هوش عاوز خلاص. وعلى كده كده الرز بتاعنا ختم، بس مش قوي، لسه في شوية صوص اهو. في المرحلة دي بقى هاخد شوية رز قبل ما يختم خالص، علشان كده بقى 3/4 سوا، عشان هحشي بيه البطة بتاعتنا. وغطيت عليه علشان يكمل سواه. ده الخضار بقى اللي احنا قشرناه، عبارة عن بطاطس برضو وبسلة وطماطم وجزر وفلفل اخضر. واللهم صل على النبي. كل الخضار اللي عندك هتحطيه هنا في قلب الصينية دي، ولو عندك كوسة هتحطيها برضو، عندك جزر زي اللي انا بقطعه، عندك بسلة، اي حاجة هتضيفيها. بل بالعكس هيديكي طعم وريحة هتوصلك للشارع اللي بعد الشارع بتاعك. تعالوا كده بقى بس اهم حاجة يا جماعة الزعتر. الصينية بتاعتكم دي برضو اهم حاجة تحطي فيها زعتر. هتجيبي زعتر من عند العطار وتضيفيه كده. واحدة شطورة تيجي تسألني بقى تقولي طب انت حتى القالب الزبدة اللي جنب الرز ده ايه؟ ده الرز اللي احنا سايبينه يبرد علشان بعد ما نكمل صينية الخضار بتاعتنا هنطعمها بالبهارات والملح برضو ونركنها في جنب عما نحشي البط بتاعنا.
الزبدة دي بقى ليها عامل أساسي في البط بتاعنا وهو داخل الفرن. شُفتِ الديك الرومي كده؟ أنا عملت معاكِ الديك الرومي كام مرّة، وعملت له التتبيلة بتاعته كام مرّة قبل كده. بادخّل الزبدة جوّه جلد الديك الرومي وبين الوراك والصدر، علشان ده اللي بيطرّي الأنسجة بتاع الرومي بتاعنا. البط بتاعنا لو هو البط بتاعِك مش بيور، مش نفس النوع ده، لو هو بط بغال هتعمليه بنفس الطريقة وتدخّلي الزبدة في الفتحات بتاع البط زي ما أنتِ هتشوفي كمان شوية كده وأنا ماشية معاكِ في الفيديو. وهتديكي احلى نتيجة. هتلاقي اللحم بتاع البط مستوي وجوسي ويستاهل بقك الحلو. تعالوا نرجع للصينية بتاعتنا. جميع البهارات اللي حطيناها في الرز البسمتي هنحطها في الصينية، لان بهاراتنا واحدة وما بيختلفش عليها اتنين، فاحنا ماشيين على هذا الاساس. انا عن نفسي في مطبخي ماشية على هذا الاساس عشان تدي النتيجة والحلاوة اللي قدامك دي كده. جميع البهارات اللي انا قلتها لك كنت بتحطها في الرز البسمتي. تمام. تمام ماشيه معاه لغايه هنا وتمام. قولي لي تمام. كل سنه وانتم طيبين. وحط لي لايك واشتراك للقناه وحط لي لايك للفيديو ده عشان اكبر بيكم ان شاء الله. انا عايزه لايكات كتير كتير حلوه منكم. البطه بتاعتي الصغنونه دي، ماشي، انا عارفه ان هي صغنونه بس هي حلوه يعني. هتمسكي الزور ده هتحشيه كده، ده كله هيطعم لك اللحم من جوه. يعني ما تقوليش انا مش هحشي الزور عشان محدش هياكله. ماشي، فضيه بعد كده او ما تاكلهوش، بس العصاره بتاع الرز نفسه هتنزل على الصدر بتاع البطه من ورا كده، هيديكي طعم حلو قوي للبط. وندخل بالرز في قلب البطه، ما تكبسيش البط قوي بالرز علشان ده بط ولازم يستوي من فوق. شفت زي ما انا بدخل ايدي كده، هتخلي في فاصل بين صدر البطة وبين ايدك ان انت تعرفي تدخلي كده. لو ايدك دخلت كده لاخر صدر البطة ومفيش وداخلة مرتاحة، يبقى انت كده تمام وكفاية حشو على كده، ما عدتيش تملي البطة عن كده. وهنركنها في جنب بقى، كفايه كده بالرز البسمتي. انا عايزه واحده بس يعني عشان ايه بوريك الطريقه. اما كله بالخضار بقى، كله بيحب الخضار. هتطلعيها من قلب البطه كده وهتاكليها اكل هيبقى زي العسل ان شاء الله. هتدخلي كل الخضار كده جوه البطه وتحت الجلد وبين الوراك، وهتدخلي في الرقبه برضو من هنا عشان هتطعملك الانسجه بتاع لحمه البطه برضو. اهم حاجه يا جماعه ان البط ده يكون منقوع لمده لا يقل عن 4 ساعات. يعني لو انت مستعجلة، لو ساعتين نخليها ماشي مش مشكلة، خليها ساعتين لو انت مستعجلة. بس لو 4 ساعات يبقى ممتاز. هتنقعيه بايه بقى، في ايه؟ هتجيبي لكل بطة معلقة ملح على لتر مية، معلقة ملح ولتر مية، وهتنقعيها فيها وتتبليها بقى بالتتبيلة اللي عندك. جميع البهارات اللي احنا حطيناها هتحطيها في البط عشان تبقى واخدة كده من جميع البهارات دي وتبقى حلوة كده. ماشيه معاه تمام تمام. طب ايه اللي انت بتعمليه بالبطه من بره؟ ده بهارات برضو على شويه اللهم صل على سيدنا محمد، على شويه دبس رمان، وبعمل بها البطه كده عشان تديني لون وردي حلو في التحمير. وهتيجي بالسكينه كده وتشرحي البطه عشان لما تقدميها على سفرتك تبقي نقدمها في اخر الفيديو الوقت على صينيه زي اللي جايباها من عند اكبر المطاعم وافخم المطاعم. بل بالعكس، انت اللي عاملاها بايدك هتبقى احلى واحلى ان شاء الله. ودخلي بين الجلد وتحت الجلد ودخلي في اللحم ده نفسه عشان نطري الأنسجة. ولسه هنجيب الزبدة بتاعتنا وهندخلها الوقت في قلب الأنسجة زي ما أنا قلت لك. امشي بس معايا واحدة واحدة اهي. دي قطعة الزبدة اهي يا جماعة. شفت الفتحات اللي أنا عملتها بالسكينة؟ هندخل في الفتحات دي الزبدة بتاعتنا. معاكي قالب زبدة حلو كده. ما تستخسريش في المرحلة دي لان ديت هتعليلك التست بتاع البط جدا. يعني لما تجربي الطريقة دي ان شاء الله هتعتمديها على طول. كفاية لون الخضار يا جماعة في قلب الصينية من قبل ما يتطبخ ولا يخش الفرن، والله لونه كفاية. ألف هنا على قلوبكم يا رب. وعايزاكي تخشي مطبخك وقلبك جامد وما تقوليش لا انا مش هعرف اعمل حاجة، او جوزك يقولك انا عازم صاحبي او عازم عمي او عازم عمتي او عازم اي حد، وترجعي تقولي لا انا خايفة، لا انا ما عنديش الجرأة ان انا ادخل المطبخ، ما عنديش الجرأة ان انا عايزة اعمل عزومات. لا 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 لا، الكلام ده مش عندنا خالص، احنا ما نعرفوش. لازم بناتنا الشطار يكونوا اشطر حد ان شاء الله. تعرفوش انا قاعده اتكلم مين؟ كان في واحده جارتي وجت تزورني وانا كنت قاعده اتكلم معاها كده، وهحط في الزبده واتكلم معاه. كانت جايه تقول لي كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين جميعا وينعاد عليكم بالخير يا رب واليمن والبركات، احنا وانتوا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين.
بقى البط بتاعنا دي النتيجة النهائية اللي قبل ما هندخله الفرن. لازم التقفيلة دي كويس جدا يا جماعة. قفلت البط بالحراري بالشكل ده كده هيستوي، هيقعد لك ساعتين اتنين في الفرن، ما تفتحيش عليها الا بعد ساعتين. متفقين؟ متفقين. لان اقل بطة ما بتتذبحش اقل من 4 شهور. البط بيقعد عندك 4 شهور عما تعرفي تذبحيه. ال4 شهور دول هيقعدوا ساعتين في الفرن. هوب تعالى اما اروح الفرن يلا. حطيناه في الفرن كده بعد ساعتين بالظبط. انا فتحت عليه لقيته بسم الله ما شاء الله اللحم بتاعه مستوي ومفتح كده، حتى بدأ ياخد اللون بتاعه من عند الوراك اهو. فطلعته فوق وبقى بالشكل ده تحفة. ولا احلى ولا اروع من كده. الله 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 على الجمال يا جماعة. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. شفتوا الجمل؟ والله العظيم ريق جري، انا ريق جري. معلش لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو وانا صايمين فانا بعتذر لكم يا جماعه، بس قومي اعمليها على طول وافطري بيها بالف هنا وصحه على قلوبكم انتوا وولادك وكل مسلم يا رب. تعالوا بقى نجهز احلى صينيه زي اللي هتيجي من افخم المطاعم. شوفي بقى انت هتشتري الصينيه دي بكام لو انت جايباها من بره. شفت الخضار اللي باين في قلب الرز البسمتي بتاعنا؟ رز بسمتي في قلبه بسلة وجزر وطماطم وبصل وجميع البهارات حطها بإيديك الحلوة، وكمان فيها كبد وقوانص. الرز ده لوحده كانت ريحته مالية الدنيا أقسم بالله. من غير بط ومن غير أي حاجة، كان هو كده طعمه لوحده كفاية. ونزلنا عليه بالبط القمر ولا شوية الصوص بتاعنا ده، يا لهوي كانوا في حتة تانية خالص. صوص رهيب يا جماعة. شوية الكفتة دول بقى كانوا إيه شوية عندي كده في الفريزر، فقلت اما اجيبهم على حس الفرن ما هو شغال اما احطهم كمان بالمرة، كل واحد ياخد صباعين كده بألف هنا وصحة يا رب. ودايما خلي سفرتك متزينة بيكي وبشغلك وبإيديكي، وما تقوليش على حاجة ما بعرفش اعملها. احنا شطار وبنعرف نعمل كل حاجة. وادخلي بقلب جامد المطبخ زي ما انا بقولك كده. ودايما ابتكري في مطبخك ولعيالك. واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة، باي.